السلام عليكم ورحمة الله. واحد السيدة عندها 40 سنة، فاش كانت عندها 20 سنة كانت عايشة مع دارهم، الأم ديالها وخوتها. الأب ديالها كان توفى بسكتة قلبية، والأم ديالها هي اللي كانت خدامة عليهم. كانت عندها واحد المؤسسة خاصة للتعليم الأولي، كانوا كاينين واحد الدار كبيرة ساكنين فيها وفي نفس الوقت دايرين فيها هذا المشروع. هاد البنت ما شداتش الباك، حبست من القراية وجات كتخدم مع الأم ديالها كتعاونها. خوتها صار منها كانوا كلهم باقيين كيقراو. كانت عندها واحد صاحبتها كيف ما كنقولوا الروح للروح ما كيتفارقوش، خرجوا من القرايه في وقت واحد وجابتها عند الام ديالها باش تخدم حتى هي معاهم. الدار كانت كبيره والاطفال كانوا بزاف، بحكم السمعه الطيبه ديال الام ديالها بداك الحي. الام ديالها كانت واحد الانسانه فاضله كتعامل الاطفال مزيان، وكلشي الناس ديال داك الحي اللي كيسكنوا فيه كانوا كيشكروها وكيقولوا الله يعمرها دار. بقات صاحبتها خدامه معاهم، كيساليو الخدمه من بعد كيتلاقاو ويخرجوا يضربوا دويره. كانوا متفاهمات بزاف، كانوا كيسكنوا في واحد المدينه صغيره وكلشي الناس عارفينهم صحابات وما كيتفارقوش. هاد صاحبتها عندها واحد عمها كان مرشح في الانتخابات. واحد النهار جاب الام ديالو ومراته وهاد بنت خوه، جاو عندهم للدار كيطلبوا منهم انهم يصوتوا عليه. وعدهم انه غادي غير ينجح غادي يخدم البنات بجوج بهم في البلديه باي طريقه. الناس كانوا على قد الحال، الام ديال هاد البنت فرحات وكانت عمرها في حياتها ما صوتت على شي حد لا هي لا بنتها. المهم صوتوا على هاد السيد ودازت الانتخابات ونجح، ومن تما غبر لا هو لا بنت خوه. البنت كانت كتمشي تسول على صاحبتها في دارهم، كتلقاها كتبقى معاها مجمعين شويه، كتسولها علاش ما بقاتش باغيه تخدم معاهم. كتقول لها غير عييت من الصداع ديال الدراري وصافي، الله يجيب لي ما احسن. البنت خدامه مع الام ديالها، وفين ما كتسالي الخدمه كتمشي عند هاد البنت كتزورها، مره تلقاها مره ما تلقاهاش. بقاو على هاد الحال حتى لواحد النهار اللي كان السبت. مشات عندها لقات عندهم الناس فرحانين كيوجدوا شي حاجه. سولتها قالت لها غير عمي باغي يدير عندنا واحد حفله خاصه غير بالعائله وصافي. البنت رجعت لدارهم. نهار الحد خرجت في عشيه تقضي شي غرض، كتبان ليها شي عروسه خارجه من عند واحد الكوافوره هازينها في العماريه. قربت منهم كتشوف كتلقاها صاحبتها، السيده معرسه وهي اخر من يعلم. البنت صدمات العمر، بكات وحزنات وانهارت وفقدت الثقه في البشر نهائيا. من بعد واحد المده عرفت بان صاحبتها خدمات في البلديه وان العم ديالها هو اللي خدمها. قطعت العلاقات بيناتهم. هاد البنت دارهم رحلوا لمدينه اخرى وعاشوا فيها تقريبا واحد المده ديال 12 عام. من بعد تحولوا وجاو لواحد المدينه قريبه من ديك المدينه اللي كانوا ساكنين فيها في الاول. هاد البنت كرات واحد المحل ودارت مشروع ديال سيبر كافي. واحد النهار جالسه في المحل ديالها مقابله حتى كتوصلها واحد الرساله في الماسنجر. دخلت كتشوف شكون، كتلقاها الصديقه الخائنه او الغداره، ما عرفاش باش تجاوبها. هضرات معاها وطلبت منها السماح وقالت لها ماشي لخاطري، والديا اللي كانوا قالوا لي خلي الامور مستوره وصافي، ودابا راني عندي وليداتي ما كرهتش نشوفك، ما كرهتش تجي عندي وتعرفي عليهم. هاد البنت قالت لي هاد الدرس اللي عطيتيني ما نسيتوش وعمرني ما غنساه، ولحد الان عمرني ما تصاحبت مع شي بنت وما عمرني ما غادي نتصاحب مع شي بنت بسببك. خليتيني نفقد الثقه في الناس كاملين، شكرا بزاف. وقطعت عليها. هاد البنت وهي كتحكي لي هاد القصه مازال الحسره والالم في عينيها لدابا. اللي عندها شي صاحبتها تكون قد الصحبه وتكون قد الصداقه.